إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم حباباتي متتبعي قناه روزا كويزين، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راح نديروا الكروكي باسهل طريقه، وصفه جد مضمونه راح يحبوها الاطفال تاعك والضيوف تاعك انا متاكده. اذا راح نديروا بالشوكولا، وراح ندير النوع الثاني نديره بالكونفيتور والنواة كوكو. تزيين نتوما احرار، انا ندير لكم الوصفه وانتوما زينوا كما تحبوا. اذا لهاد الوصفه راح نحتاج 5 حبات تاع البيض. بسم الله. بيضات كاملات، ثلاثة. اذا كانوا الحبات تاعك صغار بزاف زيدي حبه. 4 5. اذا راح نزيد لهم 2 كيسان تاع السكر. انا هنا ضعفت الكميه باش يكون في علمكم. تقدروا ديروا عفوا 3 حبات بيض ولا 2 حبات تاع البيض. نزيد كاس ونص تاع عفوا 2 كيسان تاع السكر. راح نحرك مليح بيدي هذا البيض مع هذا السكر حتى اللي يمتزج مليح مليح، ونعاود نولي لكم. دابا خلطت هذاك البيض والسكر، راح نضيف نص كاس تاع المايزينا. مايزينا يعني النشاء. ونضيف كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. كاس تاع الزيت. هاكم. واش راح نزيد دوكا؟ راح نزيد لافاني ملعقه صغيره معمره مليح مليح. نخلط هاد المكونات. نخلط هذوك المكونات، نغسل حبه الشينا ونشفها ونربيها باش تعطينا قوش شباب. من الاحسن يعني هذا الوقت تاع البرد والتشينا راها كاينه، كل حبه تجو تقشروها. قبل ما تقشروها غسليها مسحيها، ربي هذاك القشور ديري فيه باطا حتى تبغي به. كي تبغي ديري هكا كاطو ولا تلقايه. كافي هذا القدر. ونبدا نلم بالفرينه. هذا مكان خواتاتي ليه تخدموا كما راكم شفتوا معايا الخطوات، ما طولتش. ليه خدمتها. نحتاج 2 باكيات تاع الخميره تاع 10 غرام، يعني 20 غرام تاع الفرينه عفوا تاع الخميره. الفرينه من الاحسن تغربلوها. اخواتي المبتدئات من الاحسن ما ديروش الفرينه كما راني ندير، ديروا غير بشويه. انا راني موالفه نخدمو يعني نعرف تقريبا العبر. ديروا غير بشويه فرينه حتى لي تلم لكم. خصها تكون عجينه مثل الصابلي، ما تكونش يابسه. نخلط ونبدا نزيد في الفرينه حتى اللي تلم لي العجينه ونولي لكم. نهاوليكم القوام تاعها، راح تجي طريه و ميم طون كي تحطوها زعما هكا في الصينيه ولا راح تلصق لكم واحد شويه. نتوما حتى وتنشفوها شحال ما تنشفوها من الفرينه غادي تقعد تلصق كيما هكا. تسمى لموها على جال باش تقدروا تشكلوها هكا كره. ها هي كره حاكمه روحها، وخليوها عادي حتى لا لصقت معليش. اذا راح نجيب الصينيه اللي تدخل الفرن ندير لها ورق الطبخ ونحط فيها حربوش طويل تاع الكروكي. هاي ليكم الديكوره تاع العجين. نحاول نعملها هكا بهذه الطريقه. خلاص ولدي، ونبسطها غير بشويه بهذه الطريقه.
نحاول الحجم يكون هو نفسه ونطولها بهذه الطريقه فقط. بهذا الشكل راكم تشوفوا. هاوليكم الخشن تاعها تقريبا 1.5 سنتيم. شوفوا هذا مكان. نزيد حبوش حداها ندخلها الفرن من الاسفل فقط 180 درجه. كي نشوف الجوانب تحمروا نشعل من الفوق باش تدي شويه لون، غير شويه ماشي ان بو برك، باش برك ما تقعدش معجنه من الفوق، ونطفي عليها. خواتي معلومه مهمه، اللي ما عندهاش الكونفيتير باش تزين ولا شيكولا ولا تخلط صفار بيضاء مع شويه تاع القهوه ولا شويه تاع الكاكاو وتدهن من الفوق وتعمل خطوط بالفرشيطه ولا بالخدمي وتدخلها للفور هكا باش يجي شكله شباب. هاوليكم النوع الاول اللي قلت لكم بالكونفيتير ونوع كوكو راه وجد. نعمل لكم الحبه، خليوه برك يطفى يعني طليوه، ديروا له نواه كوكو وخليوه يدفى وقصوه. هذا هو الشكل تاعه. اما الموديل الثاني راه يبرد، درت له الشوكولا راه يبرد في الفريجيدير، كي يحكم روحه راح نوريه لكم. اذا هاوليكم الثاني بعد ما وجد. شوفوا كيفاش جا بعد ما نشفت الشوكولا، درت فوقها الكاوكاو. تبغوا ديروا خطوط ثاني بالشوكولا السوداء. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم حبايبي. اللي جديده معايا ما تنساش دير اشتراك في القناه. جانب للفيديو والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.